عاملين ايه يا رب كله خير بمناسبة العيد. واحنا دلوقتي عملنا الحاجات دي معاكم وقلنا هنسوا ونكمل بقى ونوريكم في الاخر. دلوقتي هو ده في الاخر ماشي. واحنا دلوقتي مستنيين صلاة العيد تأذن عشان ننزل نفرقهم، عشان ننزل نفرق الحاجات دي. بصوا عاملين ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا الاكياس دي، بصوا الحاجات دي، بصوا كده. قرب اشوف بونبونية ومصاصية. بص ماما كلنا لازم نفرح عشان دي مناسبة العيد وان شاء الله كل واحد يجيب العيدية بتاعته ان شاء الله. وسع حلوين قوي. وهنا بالون. بصي وانا كمان كده. بصوا هعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. وتعود الايام عليكم يا رب بكل خير يا رب. ربنا يشفي يا رب كل مريض ويرحم كل متوفي ويرزقكم الخير دايما يا رب. طبعا انا سبت المقدمه زي ما انتم شايفين. حمزه هو حب ان هو يقدمها، قلت له تمام مفيش مشكله. كنا الفيديو ده نزل لكم متاخر، يعني طبعا انتوا عارفين زحمه العيد والكلام ده كله، فالفيديو ده نزل متاخر، بس ان شاء الله يعجبكم. دي التوزيعات اللي احنا وزعناها في صلاه العيد. يعني حمزه بيقول لكم كل واحد يجيب العيديه او ياخد العيديه بتاعته. في حد سمع الفيديو وبيقول لي هو مستني العيديه، تقول لا هو قصده عشان انا قلت لهم دي تعتبر زي عيديه صغيره كده احنا بنديها للولاد بنفرحهم بيها، فبيقول كل واحد نديله العيديه يبقى فرحان بيها. زي ما انتم شايفين كده هو. دي واحده انا عملتها عينه. انا جبت طبعا حاجات بسيطه جدا، وحاجات بسيطه دي مش قادره اقول لكم والله العظيم فرحت الولاد جدا جدا ازاي. مش لازم تجيبي حاجات كتير ومش لازم تبقى مكلفة. اهم حاجة البهجة والفرحة بتاعت الولاد ان هم انا باخد هدية. طبعا محدش مستني، يعني انا نفسي ولادي لما حد في العيد في صلاة العيد بيوزع حاجات او كده بياخدوا منه بيبقوا فرحانين جدا. فدي بتبقى فرحة ملهاش علاقة بده محتاج او ده مش محتاج، لا دي بتبقى فرحة العيد اصلا. دول كروت انا جبتهم بالعتبة بصراحة. لان انا ما لقيتش منهم هنا خالص، وانا لقيت اونلاين اسعار خزعبلية. بس انا جبتهم من العتبة. كان ال 12 كارت كان ب25 جنيه. انا جبت 4 اشكال وجبت مصاصات. ماشي، دي حاجة بسيطة جدا. انا طبعا احنا زي ما احنا قلنا بندي اطفال، وعايزة اقول لكم والله العظيم ان الكبار اخدوا مصاصات اكتر من الاطفال كمان. وده ملبس توفي كده، وجبنا بلالين. حاجات بسيطة، بس أنا جبت يعني حبة كبير. يعني أنا جبت كيسين مصاصة، الكيس فيه 50، يعني 100، والبلالين 100، والملبس ده 100، العلبة فيها 100. فعايزة أقول لكم إحنا عملنا الكروت بتاعتنا. وأنا كان عندي طبعا دي بنت أختي، ودي صاحبة ملك، ودي ملك بنتي، وحمزة طبعا اللي كان في الأول. فهم كانوا يوم الوقفة كده يعني سهرانين معانا وقاعدين يعني بيلعبوا مع بعض. قلت لهم بقول لكم ايه، تعالوا نعمل التوزيعات مع بعضينا. وطبعا دي زي ما هي بنوزعها فرحة للأولاد، زي ما أولادنا بيبقوا فرحانين وهم بيعملوا الحاجة دي. وفي نفس الوقت أنا وريتهم يعملوها ازاي. وبدأ ان هم كل واحد قلت لهم اختاروا لون بقى، اللي عايز يعمل لون يختاره. فكل واحد اختار لون زي ما انتم شايفين كده، شكل ان هو عايز يعمله. وانا كان عندي الفوم اللي هو كيس الفوم دون. كنت ركناه، يعني انا كنت جايبه كيس كامل وكنت استخدمت منه، وده كان موجود عندي. فجات لي فكره بصراحه لما الكروت دي خلصت، ان انا عندي لسه مصاصات وبونبوني وبلالين كتير. فانا قلت اعمل ايه، اطلع كيس. كنا في رمضان جايبه اكياس صغيره كده. ما هي بصوا هي كلها افكار، يعني هي كلها افكار، بس نشغل دماغنا. افكار بسيطه جدا. كان عندي اكياس اللي هي بنحط فيها الثلاث بلحات دي وبندبسها بالدباسه. فانا فكرت بقى فكيره، قلت اعمل ايه، ما انا اجيب الاكياس دي اللي هو اللي انا وريتها لكم اهي دي. اجيب الاكياس دي ما دام موجوده عندي زياده، وان شاء الله في رمضان نشتري غيرها. بصوا هي ليها مدخل، الورقه دي ليها مدخل اللي المفروض بيتحط فيها مثلا فلوس عاديه او كده. فانا ايه، قلت لا نحط فيها مصاصايه وبالونه، مصاصايه وبونبونيه كده. المهم فانا قلت اجيب الاكياس دي واحط فيها فوم، واحط فيها بقى مثلا مصاصه وبالونه، ملبسايه ومصاصايه كده، يعني فاهمين قصدي.
انا اشكل فيهم يعني زي ما انا عايزه، بس يبقى شكلهم حلو. وعايزه اقول لكم على حاجه، والله العظيم ان الولاد في صلاه العيد بقوا محتاجين اهي. بصوا دي الاكياس اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا يعني كنا جايباها للبلح، فانا قلت استغل الموضوع بقى. وعندي دباسه طبعا، بقيت ايه احط الحاجه فيها وادبس. عايزه اقول لكم ان الولاد في العيد والله العظيم ان هم حبوا الاكياس اللي فيها الفوم دي اكتر من الكروت. يعني انا قلت ان شاء الله نعيش وكلنا عمر السنه الجايه باذن الله انا هعمل الاكياس دي اكتر. والله العظيم بقى فيه يعني ولاد بيجوا يدوني الكروت دي ويقولوا يا طنط لا احنا عايزين كيس، كيس اللي فيه الحاجات الصغننه دي. فانا يعني انا بالنسبه لي والله ما صدقتش، يعني ايه ده، لا يا ده عاجبكم. بصوا انا اللي فرق يعني لفت نظري ان الاطفال بيفرق معاهم الشكل، مش بيفرق معاهم الحاجه اللي موجوده، لا بيفرق معاهم الشكل. ان هو في الفوم المدور ده فعامل لهم اشكال كده فمديهم بهجه اكتر من الكروت. الكروت دول بقى في انيسات بقى اللي هي اخدت من الكروت دي كانت عاجباهم جدا. زي ما انا وريتكم كده هون انا دبستها هي، يعني حطيت حبه فوم وحطيت مصاصه وملبسايه ورحت قافله بالدباسه. ليه؟ علشان طبعا الأكياس كلها بتبقى يعني مع بعض في قلب الشنطه، ما يبهدلوش الدنيا. بصوا كده انا اوريكم كده الكارت اللي حطيت فيه المصاصايه ازاي، وهوريكم بقى ايه يعني الكروت. هم الولاد اصلا هيوروكوا دلوقتي، هم دلوقتي بيعملوا كل واحد بيعمل، تقول لهم اعملوا بمزاجكم وكل واحد يعمل له واحده بمزاجه هو. ليه هو يعني. هنا البالونه ليها مكان دايره صغيره كده، هو البالونه بتدخل فيه ماشي. وفي اللي هي المكان التاني ده المصاصة. انا بقى بدلت، مرة حطيت مصاصية مرة حطيت بونبونية. بصراحة يعني كانت التجربة حلوة جدا جدا جدا. يعني كل سنة بنعمل فشار وملبس وفشار وبلالين، فانا قلت لا السنة دي خليها ايه مصاصات كده وبونبوني وحاجات مبهجة يعني. بس عايزه اقول لكم كان يوم حلو جدا 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 والله العظيم. انا الحاجه دي جبتها يعني انا يعني مش ما كنتش ناويه، كنت كسلانه ان انا انزل اشتري حاجات وكده. الحاجات دي جبتها قبل الوقفه بيوم. لقيت ان كل ما العيد بيدخل، لان انا متعوده ان كل عيد لازم نعمل توزيعات. حسيت ان قبلها قبل الوقفه بيوم كده. بصوا الولاد فرحانين جدا وهم اصلا بيعملوا الحاجات دي، وانا كنت فرحانه اكتر منهم. حسيت ان كل ما العيد يدخل خلاص العيد فاضل يوم فاضل يومين فاضل، لا انا ما جبتش حاجه، طب انا هروح اصلي العيد كده، لا لا فاهمين. فتحس ان اللي اتعود على حاجه والله ما بيقدرش. دول بقى حاجات زياده كان الاكياس خلصت وده والباقي خلص، قلت ده خليه ان شاء الله هنفرقه برضو، ده برضو يعني اللي فضل حطيته في كيس وفرقناه برضو من غير كروت ومن غير حاجه كده على الولاد. فاللي بيبقى متعود على حاجه لازم يعملها. انا بقول لكم نزلت يوم الوقفه قبل الوقفه بيوم جبت الحاجات دي، والحمد لله عدت على خير. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى يا رب يكون عيد سعيد عليكم. ولو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.